اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهداتي الأعزاء، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة موضوعنا عن الجفاف العاطفي بعد الإنجاب وليه الحب بيقل بين الزوجين. بعد الجواز بيكون في حب ورومانسية، لكن مع الأطفال يجوا كل حاجة بتتغير، السهر والتعب والمسؤوليات، طرف بيحس إنه مشغول عنه. فهل العيال هم السبب في الجفاف دوت ولا المشكلة في طريقة التعامل؟ الحقيقة اللي بيحصل طبيعي، لأن الأولويات دايما بتتغير، بس المشكلة بعض الأزواج بيسيبوا الموضوع بيكبر لحد ما العلاقة بتبقى باردة، وده ليه سببين. أول حاجة الانشغال التام بالأولاد، كل حاجة والطاقة كلها بتبقى رايحة للأولاد، مفيش أي مساحة للحب بين الزوجين. تاني حاجة يبقى عدم الاهتمام بالمشاعر، كل واحد حاسس ان التاني بقى شخص تاني، مش نفس الشخص اللي كان معاه في الخطوبة وفي الجواز. الحل ايه؟ نعمل وقت خاص للزوجين، حتى لو نص ساعة بعد ما العيال يناموا، أو خروجة كده صغيرة كل فترة، أو حتى مكالمة رومانسية وسط اليوم، كلام حلو بسيط، يعني حضن مفاجئ، رسالة حلوة، حاجات جميلة بسيطة بتفرق قوي وبتخليك تقدر ان انت تكمل. توزيع المسؤوليات، ما يبقاش على طرف واحد شايل كل حاجة، لازم كل واحد ياخد حاجة يعملها عشان الزوجة ما تحسش ان هي شايلة كل حاجة مع الأطفال والبيت والأولاد، وكل حاجة بتبقى عليها. ما يبقاش طرف شايل كل الحمل لوحده، لأن الإرهاق بيقتل أي طاقة حب. مساحة شخصية كده لكل واحد، نديله مساحته، يبقى وقت لنفسه علشان ما يحسش بالضغط طول الوقت. الحب مش بيتسرق بعد الجواز، بس لو محافظناش عليه هو اللي بيموت. العيال إضافة، مش حاجة وحشة أبدا في الجواز، مش سبب إن هو يبعدنا عن بعض. خدوا خطوة النهاردة وارجعوا حبوا بعض من تاني، وافتكروا مع بعض أيام الخطوبة اللي كانت دايما بتقربكم من بعض، وافتكروا أول الجواز وقد إيه انتوا فرحتوا إن انتوا بقيتوا تحت سقف بيت واحد، وحبوا بعض أكتر علشان الأولاد يطلعوا في بيئة كلها حب، مش كلها توتر وعصبية. واستودعتكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله. باي باي.